السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي سويت اند ساور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. الحلو بتاعنا النهارده كل اللي محتاجينه فيه 3 كوبايات من الدقيق المنخولين متعدد الاستخدامات، وهنحط كمان عليه نص كوباية من السمسم المحمص، ربع كوباية من حبة البركة، 3 معالق كبار من جوز الهند، معلقة صغيرة من بيكنج باودر، رشة ملح، وكوباية من السكر، و3 معالق تحويجة. دي اسمها تحويجة، بتتباع عند العطار، وهتلاقيهم عند العطارين القدام مش الجداد، مش مغات. خلي بالكم، لا اسمها تحويجة. هنمسكهم كلهم نقلبهم كده مع بعض، وهحط عليهم كوباية الا ربع من العسل. الكوباية بتاعتي دي هي اللي عايرت بيها كل حاجة. حطيت كوباية الا ربع من العسل الاسود، وعلى النار قدحت ربع كوباية من السمنة ونص كوباية من الزيت، قدحتهم كويس جدا، وهروح نازلة بيهم على طول على الخليط بتاعنا. طبعا هقلب بأي حاجة الأول علشان طبعا هي سخنة جدا، وبعد كده تهدى شوية هبتدي أقلب بإيدي المكونات كلها مع بعض. الحلو ده اسمه المحوجة، قيمة غذائية عالية جدا. انتوا شايفين طبعا عسل اسود وسكر وسمنة، يعني التحويجة دي كمان لوحدها يعني من ضمن الحاجات اللي بتستخدم في المغات، فالقيمة بتاعتها عالية جدا، وحبة البركة والسمسم. انتوا متخيلين؟ المهم، عجنتها كلها مع بعض كويس جدا زي ما انتم شايفين بايدي. هبتدي بقى اعجن كويس لغاية ما الاقي ان البولة اللي انا بعجن فيها نتفت تماما. هجيب بقى الصاج بتاع الفرن عشان انا عايزه السمك بتاعها يكون رفيع، ما يكونش تخين، فما ينفعش اي حاجه، ما ينفعش اللي هي بتاعه الكيك، صواني الكيك لا، لازم تكون رفيعه جدا. هدهنها دهنه خفيفه من الزيت. ادي البوله بتاعتي نتفت اهي خالص، وهبتدي افردها كويس جدا على الصاج، فرد كله يكون متساوي. فردتها خالص اهو تماما. ممكن بايديا زي ما كنت شغاله، وممكن بالنشابه، وممكن كمان بكوبايه. المهم عندي انها كله يبقى حجم واحد ومقاس واحد. طبعا من قبل ما اشتغل في المحوجة، انا مشغله الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، شغال فوق وتحت. الفرن اللي عندي كهرباء، لو احنا عندنا الفرن الغاز بنشغل تحت الاول، واخر دقيقتين هنشغل الشواية. هبتدي قبل ما تدخل اقطعها بمقطع زي كده بتاع البيتزا، او بالسكينة زي ما انتم عايزين. لكن المهم ان انا مش اعمل كده على الحرف، لا، انا انزل لغايه ما احس بان انا السكينه بتاعتي نازله في الصينيه. اعمل مره بالطول مره بالعرض زي ما انتم عايزين، تعملوها وهي معوجه كده زي انا ما عامله، زي ما انتم عايزين براحتكم. هتاخد معانا بالظبط 25 دقيقه. هندخلها على الرف الاوسط 25 دقيقه، و180 يعني درجه حراره متوسطه للناس اللي ما عندهاش طايمه. ده بيبقى شكلها بعد ما بتخرج من الفرن. خلي بالكم، هي بتخرج من الفرن طرية. بصوا شكلها عامل ازاي اهو، بتبقى طرية، القوام بتاعها اشبه للكيك كده، حاجة يعني حاجة زي الكيك كده. بعد كده بأكد على التقطيع تاني، وبسيبها تبرد خالص، وبعد كده اكل منها